الحلوى العمانية حلوى تقليدية. تحضر الحلوى العمانية من الماء والسكر أو السكر الأحمر ونشا القمح والسمن، ويضاف إليها ماء الورد والهيل والزعفران والمكسرات. والحلوى العمانية تصنع أصلا من السكر وتسمى الحلوى السادة، إلا أن إضافات كثيرة أدخلت في صناعة الحلوى العمانية، فظهرت الحلوى المصنوعة من الحليب والتمر والعسل. تصنع الحلوى في معظم عمان، لا سيما في شمالها. تصنع الحلوى في إناء نحاسي واسع يسمى المرجل، فبعد إيقاد النار بحطب السمر أو بالغاز يوضع الماء في المرجل ويضاف إليه السكر والبيض، ثم يقلب الخليط بأداة نحاسية بها مقبض طويل يسمى البسطان. وعندما يبدأ الخليط في الغليان يطفو الزبد فيزال بملعقة مصنوعة من شعر الغنم تسمى المخلاة. وبعد تنقية الزبد يبقى خليط الماء والسكر والبيض ويسمى الشارج، ويستغرق غلي الشارج ساعة كاملة تقريبا، ثم يضاف نشا القمح إلى الشارج ويبدأ النجار، ويقصد به تقليب الخليط في المرجل بالبسطان ما بين 2 و3 ساعات دون توقف. ومع مرور الوقت يغلظ الخليط بسبب تبخر الماء وانعقاد النشا، وتدريجيا يثقل التقليب فيضاف السمن حتى يسهل التقليب. وأثناء ذلك ترمى المكونات الإضافية في المرجل مثل الهيل والزعفران وماء الورد والمكسرات، وتقلب مع الشارج حتى يتأكد الصانع من نضج الحلوى، ثم تغرف في إناء كبير أو توزع في أواني مختلفة الأحجام، وتنثر على سطحها المكسرات، وتقدم الحلوى مع القهوة، لا سيما في المناسبات كالأعياد والأعراس والضيافة.